يا ترى هل عقولنا بتخدعنا؟ تخيل إنك ماشي في طريق لأول مرة وفجأة قلبك يقولك أنا جيت هنا قبل كده، أو تسمع جملة من شخص وتلاقي نفسك بتكملها من غير ما تعرف إزاي. عمرك حسيت إنك عايش اللحظة دي قبل كده؟ عمرك دخلت مكان لأول مرة لكن جواك يقين إنك شفت التفاصيل دي قبل كده، أو كلمت شخص وسمعت نفس الكلام بنفس الترتيب لدرجة إنك تقول لنفسك المشهد ده أنا عشته قبل كده؟ يا ترى عقلك بيخدعك ولا أنت فعلا عشت الموقف ده قبل كده؟ الإحساس الغريب ده اسمه الديجافو، كلمة فرنسية معناها شفت ده قبل كده. الديجافو بيجي فجأة من غير ما نستعد له، تلاقي نفسك وسط موقف عادي وفجأة عقلك بيديك إحساس قوي إنه اللحظة دي مش جديدة عليك. هنا يبدأ السؤال الكبير، هل دي مجرد خدعة من دماغنا ولا في سر أكبر من كده؟ العلم حاول يفسر الظاهرة دي. في نظريات بتقول إن الموضوع كله بسبب خطأ بسيط في المخ. عينك شافت حاجة لكن المخ استقبلها متأخر جزء من الثانية، فترجمها كأنها ذكرى قديمة. وفي اللي بيقول إن الذاكرة القصيرة والطويلة بيحصل بينهم خلل، فالمعلومة تدخل في مكان غلط فيتهيأ لك إنك عشتها قبل كده. لكن مش كل الناس مقتنعة بالعلم. في ناس شايفة إن الديجافو له بعد روحي أو أسطوري. في حضارات قديمة كانوا بيعتبروا إنه ده دليل إنك عشت حياة سابقة، وإنه اللحظة اللي بتحس بيها دي مجرد انعكاس من الماضي. وفي ناس تانية بتقول إنه الديجافو رسالة من القدر، علامة إنك ماشي في الطريق المرسوم لك. وفي نظرية تانية أعمق مرعبة شوية، بتقول إن الديجافو مرتبط بعالم الأكوان الموازية، يعني في نسخة تانية منك عايشة في نفس اللحظة دي في عالم تاني. ولما بيحصل تقاطع بين العوالم بتحس فجأة إنك مريت بالموقف ده قبل كده. تخيل إن كل إحساس ديجافو جالك هو في الحقيقة رسالة من أنت تاني موجود في كون موازي، لكن في تفسير غريب جدا ناس كتير بيؤمنوا بيه. ممكن يخليك تبص للديجافو بطريقة مختلفة تماما. بيقولوا إنه الإنسان هو لسه جنين في رحم أمه، بيتعرض عليه شريط حياته كله، كأنك قبل ما تتولد بتتفرج على الأحداث اللي هتمر بيها من أول يوم لآخر يوم. وطبعا لما بتتولد الذاكرة الواعية بتتنسي، لكن في أعماق عقلك حاجة صغيرة جدا بتفضل موجودة. ولما يجي مشهد من المشاهد اللي اتعرضت عليك زمان وانت جنين بتحس بإحساس غريب إنك عشته قبل كده. وده يفسر ليه الديجافو ساعات بيكون قوي جدا لدرجة يخليك ترتبك أو تسأل نفسك إزاي أنا عارف إنه ده حصل. وبين العلم والأساطير وبين المخ والروح يفضل الديجافو واحد من أكبر الألغاز اللي بتحير البشر. هل هو خطأ كهربائي في الدماغ، ولا تذكرة من حياة قديمة، ولا لمحة من عالم موازي، أو يمكن هو بس دليل إنك بالفعل شفت حياتك قبل ما تبدأ؟ في النهاية الديجافو مش مجرد لحظة عابرة، هو دعوة للتفكير في الزمن وفي الروح وفي الأسرار اللي لسه محدش قدر يفهمها لحد النهاردة.